في آخر كل سنة ومع كل الزينة والأضواء اللي بنشوفها بيظهر نفس السؤال اللي بيلخبط ناس كتير. هل الفرحة دي مجرد احتفال عادي وبريء ولا الموضوع له حكم تاني في ديننا؟ النهاردة هنعيش مع شاب اسمه عمر ونشوف ازاي لقى إجابة واضحة للسؤال ده. كلنا طبعا عارفين المشهد ده. آخر كام يوم في السنة الشوارع بتتحول لحتة تانية خالص، كرنفال من النور والألوان. المحلات بتلمع والناس بتضحك وبتتصور، وكلمة كل سنة وانتوا طيبين بتسمعها في كل مكان. جو عام من البهجة بيشد أي حد ليه. وسط الزحمة والصوت العالي ده كان في شاب اسمه عمر واقف كده محتار وفي ايده هدية، بس قلبه مش مرتاح أبدا. كل اللي حواليه مبسوطين وبيحتفلوا، بس هو جواه سؤال بيكبر كل شوية وبياكل في دماغه. هل اللي بيحصل ده صح؟ هل الفرحة دي حلال أصلا؟ هنا بقى بيبدأ الصراع اللي جوه عمر. أول صوت بنسمعه هو صوت الأغلبية، الصوت اللي بيقول يا عم دي فرحة عادية، فرصة نفرح بآخر السنة ونستقبل سنة جديدة، إيه المشكلة يعني؟ مبرر بسيط وسهل بيخلي الموضوع يبان طبيعي جدا. بس قصاد الصوت العالي ده كان في صوت تاني خالص بيرن في ودن عمر، صوت والده وهو صغير، صوت الحكمة اللي اتربى عليها. الصوت ده هو اللي خلى قلبه مقبوض وخلاه يفكر، هل معنى ان كل الناس بتعمل حاجة ان الحاجة دي بقت صح؟ عمر بقى قرر إنه مش هيستسلم للحيرة دي ولازم يلاقي إجابة. بدل ما يمشي مع الزحمة والاحتفالات، عمر اختار طريق تاني خالص. قرر يروح للمكان اللي هيلاقي فيه إجابة مش من الناس، لأ، إجابة من ربنا. خطوة ممكن تبان بسيطة، بس هي دي كانت بداية كل حاجة. وهناك لاقي الإجابة الواضحة اللي بتفصل في الموضوع ده. أول حاجة وأهم حاجة إن الإسلام حدد للمسلمين أعيادهم الخاصة بيهم. عيدين 2 بس اللي بنحتفل بيهم كشعائر دينية: عيد الفطر بعد رمضان، وعيد الأضحى في موسم الحج. والكلام ده ليه أصل مش مجرد رأي. النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه وضح إن كل أمة ليها أعيادها الخاصة، وإن العيدين دول هم أعيادنا إحنا كمسلمين. ده بيحط خط واضح بيحدد هويتنا الدينية. طيب حد هيسأل، إيه المشكلة بالظبط في الكريسماس أو رأس السنة؟ الفكرة كلها إن أصل الاحتفال ده مش مجرد احتفال اجتماعي، لأ، ده عيد ديني مرتبط بعقيدة أساسية في المسيحية إحنا كمسلمين مش بنؤمن بيها. عشان كده المشاركة في احتفال ديني خاص بعقيدة تانية هو ده اللي بيقع تحت مفهوم التشبه. طيب يعني إيه التشبه دي؟ ببساطة إن الشخص يقلد غير المسلمين في الحاجات اللي بتميزهم دينياً زي أعيادهم وشعائرهم. الإسلام حريص على إن المسلم يكون له هويته الواضحة والمستقلة. طيب اللي احتفل قبل كده وهو عارف إن ده مش صح، إيه اللي بيحصل؟ وهل باب التوبة لسه مفتوح؟ لما حد بيعمل الذنب وهو عارف إنه غلط، العقاب مش لازم يكون حاجة مادية بتحصل في وقتها. الخطر الأكبر بيكون عقاب روحي. القلب نفسه بيبدأ يقسى، والمسافة بين العبد وربه بتزيد، ونور الإيمان في قلبه بيضعف شوية بشوية. وده بالظبط اللي القرآن بيقوله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يعني لما الناس بتختار بإرادتها طريق الانحراف، ربنا بيسيبهم لنتيجة اختيارهم. الابتعاد بيكون نتيجة الفعل نفسه. لكن ودي أهم نقطة في الموضوع كله، رغم كل ده باب رحمة ربنا مفتوح على طول، عمره ما بيتقفل في وش حد. الآية دي دعوة مفتوحة من ربنا لكل الناس. بيقول لنا مهما كانت الذنوب كبيرة، اوعوا تيأسوا أبدا من رحمة ربنا. المغفرة متاحة لكل واحد بيرجع بصدق. والتوبة دي صعبة؟ لا خالص، 3 خطوات بسيطة. لو حد احتفل قبل كده عشان ما كانش يعرف أو كان بيقلد اللي حواليه، كل اللي محتاجه إنه يندم بجد من قلبه ويستغفر ربنا وياخد قرار حقيقي إنه مش هيرجع للذنب ده تاني، وبس كده. ربنا غفور رحيم. نرجع بقى لعمر. بعد ما عارف كل ده عمل إيه؟ في اللحظة دي عمر ساب الهدية اللي في إيده، وفي قلبه كان في دعاء واحد بس بيلخص كل حاجة: يا رب أنا اخترت رضاك على أي فرحة مؤقتة. وساعتها عمر حس بسلام وراحة نفسية غريبة. حس إن في نور جوه قلبه كان أقوى وأجمل من كل الأضلاء والزينة اللي كانت مالية الشوارع. اكتشف إن السعادة الحقيقية مش في المظاهر، لكن في طمأنينة القلب. وهي دي الخلاصة. الفرحة الحقيقية مش في تقليد الناس ولا في الاحتفالات المؤقتة. الفرحة اللي بتفضل بجد هي إحساس القلب بالطمأنينة لما يكون عارف إن ربنا سبحانه وتعالى راضي عنه، ودي أغلى من أي احتفال في الدنيا. فالسؤال بقى، كل واحد فينا هيختار أنهي فرحة؟